السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل سلطة التونة بطريقة سهلة جدا. بصلاية، فلفل أخضر، طماطم، كابوتشا، بقدونس مفروم أو متقطع صغير جدا. ومعانا هنا زيتون أنا حطاه في مية عشان كان حادق، قلت ينزل الحدوقية بتاعته في المية، مية من الحنفية عادي. معانا بقى ليمونية عصرينها، ومعانا فلفل أسود وكمون وملح. هنحط كل المكونات اللي معانا دي كلها كده في الطبق. هنا مقطعة نص خيارية، وزي ما قلتلكوا كام ورقة كابوتشا، ورقتين بالكتير. وهننزل بالمكونات دي كلها في قلب الطبق أو البولة اللي هنعمل بيها، والليمون برضو والزيتون. ومعانا علبة تونة قطع، انتي بقى عاوزاها قطع مفتفتة اللي انتي حباها، تصفيها من الزيت وتنزلي بيها. انت عاوزة الزيت بتاعها تمام، مش عاوزاها هنحط زيت زيتون. هنا طبعا عشان تبقى دايت شوية انا صفيت الزيت وما حطيتش عليها زيت زيتون خالص. وهتقلبيها كده وتفتفتي القطعة دي بالطريقة دي لحد ما تحسي ان هو اهو زي ما انتوا شايفين التونة يعني هتتقلب كويس مع الخضار اللي احنا حاطينه، وتقلبيها كويس قوي عشان الملح والفلفل الاسود والكمون والليمون يندمج معاهم. وبعدين هتجيبي طبق التقديم اللي انت هتقدميه فيه، وهتنزلي بيه هو بالطريقة ديت بقى، تزينيها زي ما انت عاوزة. بعد ما نزلنا بيها طبعا حاطة انا عودين بقدونس على جنب، نزلت بيه في الطبق اهوت كزينة، وحطيت عليها الزيتونة بالطريقة ديت، وتتقدم وبطعمها جميل جدا. وبالهنا والشفا، واستني فيديو جديد وصفة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.